احنا بنلعب دور مهم جدا، وهو دور ثقافي ودور فني. أول مرة نشاهد العروض مش نناقشها. عندنا ورش فنية على هامش المهرجان في القاهرة والإسكندرية. انت بترجع للناس قعدة المسرح. مهرجان بمعنى الكلمة. مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري. بص، أنا مش عايز يبقى دور النقابة دور اجتماعي ومعاشات ومستشفيات، ولكن احنا بنلعب دور مهم جدا، وهو دور ثقافي ودور فني، لأن شبابنا من أعضاء النقابة والمبدعين وطلبة المعاهد والكليات المتخصصة وخريجيها، ودول أعضاء في النقابة كلهم من حقهم ياخدوا فرص كبيرة جدا. عشان كده احنا عملنا مهرجان مهم، والمهرجان ده لما أعلنا عنه فوجئنا بأن العروض التي تقدمت تزيد عن 80 عرض. طبعا دي الدورة السابعة، وتعتبر الدورة دي دورة فارقة في المهرجان بشكل عام، لأن احنا طورنا حاجات كتير جدا وجددنا حاجات. وفكرة المؤتمر الصحفي، احنا أول مرة نعمل مؤتمر صحفي بالشكل الضخم ده، فاحنا عندنا تطورات كشكل بقى الدورة بتاعت المخرجين، الدعاية اللي احنا عاملينها في الورش في القاهرة وفي اسكندرية، دي حاجة جديدة عمرنا ما عملناها. كان دور لجنة المشاهدة دور صعب جدا 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 في تصفية هذه العروض إلى 10 عروض. من ضمن الاختلافات ان احنا عندنا نشرة ومجلة للمهرجان ورقية وإلكترونية. عندنا ورش فنية على هامش المهرجان في القاهرة والإسكندرية. كل دي حاجات مختلفة في المهرجانات السنة دي. مهرجان هو الدورة السابعة، المختلف حاجات كتيرة جدا، بتتفرج على 25 عرض. كنا بنقدم في النهار 10 عروض، النهارده بنقدم 25 عرض، بنقدم مخرجين مهمين، مؤلفين مهلمين. الدكتور اشرف عامل يعني مجهود كبير جدا حقيقه، واعضاء المجلس. وبعدين عايزه اقول لك حاجه، احنا على 4 مسارح ومجاني، انت بترجع للناس قعدة المسرح. واهم شيء في كل ده هي جودة العروض، ان لجنة المشاهدة اول مرة نشاهد العروض مش نناقشها. تقدم للمهرجان اكتر من 80 عرض مسرحي، تم اختيار 25 عرض ومشارك فيهم اكتر من 500 فنان. المرة دي معمول على مستوى عالي جدا، في سبونسرز كبار جدا زي الشركة المتحدة، راعي اعلامي، مجموعة من الرعاة. مهرجان بمعنى الكلمة. كان هذا المهرجان مظلة كبيرة لهؤلاء المبدعين عشان يقدموا نفسهم وياخدوا فرص ويشوفوهم ناس كتير، وخاصة ان احنا معانا الشركة المتحدة بترعى هذا المهرجان وهتصور هذه العروض وهتذاع في التلفزيونات، وبالتالي هتبقى هناك مساحة كبيرة للشباب ان هم يتشافوا.